لو حابب تتفرج على ملخص أول 7 حلقات هتلاقيهم في اللينك اللي فوق ده. الإمبراطورية البريطانية لم تعد كسابق عهدها كما كانت في القرن ال18 وال19، وبدأت تتفكك دولة تلو الأخرى في عهد الملكة إليزابيث. ومش بس كده، ده دول الكومنولث اللي هي تحت حماية الإمبراطورية البريطانية، أو بالأصح تحت الاحتلال الإنجليزي، بدأت تستقل عن الإمبراطورية بشكل أو بآخر، زي دولة غانا اللي بعدت عن بريطانيا وكمان سابت أمريكا والغرب كله وراحت تحالفت مع أكبر قوة في الشرق، ألا وهي روسيا. والعالم كله كان مندهش من اللي بيحصل ده. في نفس هذه الأثناء الملكة إليزابيث كل اللي كان هممها إن العمر بيجي بيها وإنها بدأت تكبر وتعجز، وبقت غيرانة من جاكلين مرات الرئيس كينيدي رئيس أمريكا، لأنهم في جولتهم دلوقتي حول العالم، والعالم كله كان بيتكلم عن قد إيه جاكلين امرأة مثقفة ومحترمة وجميلة، لا وكمان صغيرة في السن. وكان المفروض الرئيس كينيدي ومراته هيزوروا لندن، والملكة عزمتهم على العشاء، والناس في لندن كلها كانت متحمسة لرؤية السيدة جاكلين مرات الرئيس كينيدي، وده خلى إليزابيث تكرهها قبل ما تشوفها أصلا، وكرهتها أكتر لما لقت الناس كلها ملفوفة حواليها هي. بس الكره ده اتحول لإعجاب بعد كده لما قعدوا مع بعض وحسوا إنهم شبه بعض في حاجات كتير، وإن كمان جاكلين معجبة بإليزابيث، وفضلوا يتكلموا مع بعض فوق الساعتين. وإليزابيث تاني يوم راحت حكت الكلام ده لأختها مارجريت، بس لقت مارجريت قالت لها أنا سمعت كلام غير كده خالص، قالهولي ابن عمك لما كانت سهرانة عنده. فإليزابيث ما بقتش مصدقة، وقامت جابت ابن عمها ده وسألته ايه اللي حصل امبارح في السهرة. فقال لها بقى ان جاكلين قالت كلام ما ينفعش يتقال اصلا، وقالت ان قصر باكنجهام ده لا يصلح للعيش اصلا، وقعدت تتريق على كل حاجة فيه وقد ايه القصر ده كئيب ومش متواكب مع العصر الحديث، وعشان كده الامبراطورية البريطانية بتتفكك كل يوم والتاني، وده يرجع لان اللي مسكاهم اصلا ست فاشلة تفتقر للثقافة. الكلام ده أثر في إليزابيث جدا، لأنها ما كانتش مصدقة إن الناس ممكن تبقى بوشين بالشكل ده. في نفس الوقت ده الأزمة في غانا عمالة بتكبر، وأمريكا مش عارفة تحتوي الأزمة دي، وسابت روسيا تتدخل في شؤون غانا، ودي ضربة موجعة للغرب كله. بس هنا الملكة إليزابيث قررت إنها تتدخل لأول مرة في حياتها، قررت إنها ما تبقاش مجرد عروسة مولد وبس، وإنها لازم تاخد موقف. وبرغم إن مساعدينها والحكومة عرضوا قرارها ده، إلا إنها نفذت اللي في دماغها برضه. ولما راحت غانا كانت فاكرة إنها تعمل اللي ما عملوش غيرها، بس الرئيس بتاع غانا خد اللقطة معاها، وبعد كده كمل تعاونه مع روسيا. فإليزابيث كانت هتتجنن لحد ما جات لها فكرة عبقرية، إنها ترقص رقصة مع الرئيس ده قدام كل الصحافة، ومن خلال هذه الرقصة هتقنعه بالتعاون معاهم ويسيبوا من روسيا خالص. وده اللي حصل فعلا، وقدرت تقنعه. وساعتها العالم كله بقى يتكلم عن الموقف اللي عملته الملكة إليزابيث. ساعتها بقى كينيدي شكر مراته جاكلين وقال لها لولا الكلمتين اللي قلتيهم وانتي سكرانة، الملكة ما كانتش هتتحرك، وكانت روسيا هتوسع اكتر واكتر. شكرا يا حبيبتي. فلما جاكلين عرفت ان الملكة إليزابيث جالها علم باللي هي قالته، قررت انها لازم تروح تزورها وتفهمها الموقف. وفعلا راحت لها، بس الملكة المرة دي عملتها وحش، او عملتها عادي يعني مش زي المرة اللي فاتت. وجاكلين كانت متفهمة الموقف وبدأت تشرح بقى حقيقة الوضع. اولا كينيدي غار من جاكلين لما كانوا في باريس، لان الاضواء والشهرة كلها اتجهت نحو جاكلين وبعدت عن كينيدي خالص، فده سبب اضطراب في العلاقة بتاعتهم وحاجات تانية ما ينفعش تتحكي يعني. وعشان كده الدكتور بتاعهم اداهم شوية مهدئات، وزود جرعة المهدئات لجاكلين مع الكاسين اللي شربتهم. بقى قعدت تهفلط بالكلام، بس هي ما كانش قصدها اي حاجة من اللي هي قالته ده، بل بالعكس هي بتكن كل الاحترام والاعجاب للملكة إليزابيث، لانها برغم كل الضغوط اللي هي فيها دي واللي تتعرض لها، الا انها لسه ست متماسكة، على عكس جاكلين اللي كان باين جدا انها مش مبسوطة في حياتها ولا سعيدة في جوازها كمان. والموقف ده أثر في إليزابيث جدا، بس يا دوبك معداش يومين واتقتل الرئيس كينيدي في الحادثة الشهيرة اللي اتكلم عنها العالم كله،
واللي لحد دلوقتي محدش قدر يحل لغز الجريمة دي. بس حلاوة المسلسل ده انه بيبين تفاصيل كتير يمكن اول مرة تظهر على الشاشة، وبيتكلم بكل شفافية ووضوح. وبتخلص على كده الحلقة الثامنة. فلو عجبك الفيديو منساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب ودعمني كومنت عشان اكمل، ولو ما عجبكش الفيديو منساش تعمل ديسلايك وشير وسبسكرايب برضه، بس تعمل كومنت عشان ابطل.